ادي اعاده لاهداف اللقاء. الهدف الاول الذي احرزه جودوين في الدقيقه الثامنه من الشوط الاول، ودي ضربه الجزاء التي نجح في الحصول عليها عامر صبري واضاعها بابا اركو. الهدف الثاني من تسديده قويه من عبد الله السعيد، بينما الهدف الثالث من ضربه جزاء احرزها احمد سمير فرج. ممدوح عبد الحي، بابا اركو، هل يحرز طلائع الجيش هدف الشرف؟ ياخد فاول بابا اركو للمباراة الخامسة على التوالي. يفشل لاعبو طلائع الجيش في تحقيق الفوز. 5 مباريات عجاف مرت بلا تحقيق، وتراجع بدني لحامل اللقب. امام حضراتكم الهدف الوحيد في المباراة لمحمد ناجي جده. طبعا الاهلي قدر ينتزع فوز غالي جدا قياسا